من ميدان صلاح الدين في حي الخليفة في القاهرة كلنا بنشوف المنظر الجميل ده. لما بندخل الممر ده بنشوف ان مسجد السلطان حسن على الشمال ومسجد الرفاعي على اليمين، وكمان بنشوف القلعة من الممر ده. كتير مننا بيفتكر ان مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن هما حاجة واحدة بس، مع ان مسجد السلطان حسن اتبنى قبل مسجد الرفاعي بحوالي 500 سنة. واحنا داخلين على المسجد بنلقى بوابة عملاقة جدا وجميلة جدا، ويقال ان المعماري عمل بوابة واحدة بس عشان يرمز ويأكد على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. يا رسول الله، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. بعد ما بندخل من بوابة الجامع بنلقى ساحة كبيرة جدا بتفصلنا تماما عن العالم الخارجي، والساحة دي جميلة جدا، فيها قبب كتيرة وتحت القبة 8 شبابيك. رقم 8 هيكمل معانا كتير في الفيديو، وهنتكلم عن سر رقم 8 في مسجد السلطان حسن بعدين. من الساحة دي بننتقل لممر، والممر ده بيدخلنا لساحة الجامع. ساحة الجامع بتكون مكشوفة بيتوسطها صحن كبير وأربع أبواب ضخمة. يا ترى إيه حكاية الأبواب دي؟ الأربع أبواب دول كانوا عبارة عن 4 مدارس، كل مدرسة فيهم متخصصة في تدريس مذهب من المذاهب الأربعة وتعليم القرآن الكريم والحديث الشريف. وهنا عندنا شبابيك المدرسة اللي كانوا بيقعد فيها الطلاب. بعد ما بندخل للساحة والمقام اللي كان عامله السلطان الناصر حسن علشان يدفن فيه، وللأسف السلطان الناصر حسن ما حضرش افتتاح المسجد لكنه حضر افتتاح المدرسة. وفي المقام ده اتدفن ابنه شهاب وابنه إسماعيل. القبة دي من أجمل القبب الموجودة في المساجد في العالم، لدرجة إن المقريزي قال عنها: لا يعرف في بلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحاكي هذا المسجد وقبته، التي لم يبنى بديار مصر والمغرب والشام واليمن مثلها. فكان كتير جدا مننا معجب بالقبة وبالمسجد وبجماله.